انا تامر نبيل ومعاكم في الشاي بعد الفطار. لا، الرياضه انا بحبها من زمان، ليها تاريخ طويل معايا، لان كمان عمي مدرس رياضه، فده موضوع بنى معايا حب الرياضه شويه من زمان. وعلى مستوى الرياضه انا كنت بلعب رياضه فده موضوع تاني. بلعب باسكت، لعبت كونغ فو فتره، بس الباسكت هي اللي طولت قوي شويه. بس انا من زمان وانا الافلام خلياني مركز. امتى رحت هنا؟ غالبا ابتدت كقرار قوي ساعه بقى واحنا في ثانوي مثلا، لما بدانا نعمل مسرح في المدرسه، بعد كده الجامعه فبقى في مسرح جامعه، المساله بقت مهمه اكتر شويه. ده الموضوع. فترة المسرح عموما من بعد فترة مسرح المدرسة حصل بعد مجموعة من الورش، بعد كده دخلت مسرح الجامعة، قابلت مجموعة عظيمة جدا، فراج وسلام وتريكا وشاهين وحسام باغر. كان في مجموعة كبيرة جدا في الوقت ده في المسرح، وبره في نفس الوقت أنا وتايسون وعز ومجموعة تانية كنا بنلعب مسرح بشكل كبير. الجامعة بالذات نظرا لأن هي كانت اكتر حاجه بنقدر نلعب فيها بشكل منظم مسرح، بنعمل احنا كل حاجه، نعمل بروفات في الشارع، نعمل بروفات في اي حته. الجامعه كان في مكان في مسرح تجاره، طبعا مسرح تجاره حاجه من زمان، من ايام استاذ فؤاد مهندس، فالموضوع كبير قوي. حته النظام اللي جواه، حته انه في منافسات ما بين الكليات وبعضيها، مين هيعمل روايه احسن، مين عنده مخرج احسن، مين عنده كاست احسن، خليتك تقرا اكتر وتعرف اكتر عن العمليه نفسها بتقوم ازاي، من ديكور لاضاءه لاخراج لاكسسوارات لملابس. المساله كان فيها امتاع بشكل كبير، واخرجت يعني كل الحاجات دي بقى حصلت ايام الجامعه طبعا. اشتغلنا مع بعض قبل كده، بس المره دي اول مره نتقابل بقى في مشاريع. يعني في قبيل كنا مع بعض بس ما تقابلناش، لكن المره دي طبعا الشخصيتين اتنين صحاب فموجودين طول الوقت مع بعض، فدي تعتبر اول مره يعني. اكيد بتبقى حاجه ممتعه جدا وبتفكرك بحاجات كتير جدا. يعني ايام الجامعه وبنعمل مسرحيات برضو احنا الاثنين موجودين فيها وبنعمل ادوار حلوه. لما اخرجت كان فراج بطل المسرحيه. لما بتيجي بقى انت بتعد السنين دي كلها واصلين وبنعمل حاجه دلوقتي مع بعض، وبنحاول ان احنا نعملها بنفس الطاقه بنفس الشغف اللي كان عندنا زمان، الجمهور اكتر، يعني اكيد متعه مختلفه طبيعي دلوقتي كل واحد للي وصل له، بس في نفس الوقت فيها كده نوستالجيا لطيفه جدا لحته انه احنا كنا صح من زمان ان احنا نكمل في الحاجه اللي احنا بنعملها وبنحبها دي. طبعا على قد ما بقدر على حسب المعروض عليك في النهايه، بس انا بحاول دايما اسلكت المنطقه اللي انا ما لعبتش فيها. انا بشوف ان كل البني ادمين مختلفين، يعني ما ينفعش نصنف انه انت بتعمل دور شرير فده شرير برضه. هو مين شغال ايه، اتربى فين، بيفكر ازاي، كل دي حاجات بتخلي الشخصيه مختلفه. ماهر بالذات انا بشوف ان هو شخص، انا دايما بديله الوصف ده حتى مع تامر نادي وعبيه، انا شايفه طول الوقت عامل زي الديب. هو قاعد مستكين في مكانه، تعابير وشه ما بتبينش هو عايز يعمل ايه، بس هو دماغه مخططه وشغاله وعارفه هي رايحه فين. ده اللي اثار انتباهي في ماهر، او اللي شفته. انا عايز العب الحته دي المره دي بالشكل المعين ده. هو طبعا اكيد هنختلف في الاراء كتير على الموضوع ده، بس انا بشوف انه ممكن يبقى ده ما ظهرش في المسلسل بشكل كبير، بس انا بشوف انه الحب بيكسر اي قاعده، وخصوصا هي الفكره في الطريقه او الفكره في رد الفعل. يعني لو صالح ما كانش عايز يرجع لرانيا ما كانش هيبقى في مشكله عند الجمهور، بالعكس كان هيشوفوها انها امر طبيعي، قرب منها فحبها، هي ست ومطلقه من حقها تتجوز وتكمل حياتها عادي بشكل كبير. فهي الموضوع هو انا مش شايف ان هو عمل حاجه غلط، هي ممكن الطريقه نفسها او التحدي اللي ما بينه وما بين صالح في الحته دي، او حته الصحاب، حته الحرج بتاع كانت مرات صاحبك، الموروثات اللي عندنا دي. انا فاهم ان دي حاجات بتبقى موجوده في المجتمع، بس في النهايه من حقه ومن حقها. انا بشوف كده ما كانش فيها نيه مبيته من زمان، يعني زي المشهد اللي حصل ما بينهم، هو بيقول انا بحبك من زمان بس ما كانش ينفع، فهو الراجل كان عارف انه ما كانش ينفع، هو اقتنص الفرصه. زي ما قلت لك هي فكره هو عامل زي الديب، وقت الفرصه بتاعته بتيجي بياخدها، او انا حسبتها كده لاني لازم انا ابقى مع الدور. اكيد يعني بصي ده اكيد فرجوا عبده طبعا، يعني يعني مش متذكر حاجه دلوقتي قوي، بس هو اغلب الوقت كان في، نظرا ان انا وفراج بنحب نبقى مركزين قوي احنا جوه الشغل، فبنبقى طول الوقت بنتناقش في تفاصيل السيناريو، في تفاصيل اللي يحصل ما بين الشخصيتين في المشهد، والهزار بقى العادي بالظبط. ولا اي حاجه ماهر ده بالذات، لا طبعا ولا اي حاجه. يعني هقول لك انا على قد ما انا شرحت لكم حته ان انا لازم ابقى اتفق مع الشخصيه في فكرها، على قد ما لا، لو انا هتحط في مكانه في حاجات كتير جدا مش هعملها. اتمنى جدا طبعا، لانه المساله خطيره من وجهه نظري، عامله زي بالظبط كده لو رجعنا 20 سنه ورا هنلاقي نفسنا نسبه الاستهلاك
للمنتجات ما كناش بنعملها كده. الحاجات البسيطه اللي احنا بنعتبرها بسيطه وعلى الموبايل ويلا وهنعمل وتمام وتجربه، احنا ما بناخدش بالنا انها ادمان اصعب من ادمان السجاير والحاجات المتعارف عليها. فاتمنى ان الناس تاخد بالها، واللي يجرب ياخد باله ما يجروش اي فضول ان هو يجرب. انت مش هتاخد بالك وانت بتدمن الحاجه، بتبقى حاجه حرجه شويه انك لازم تشرح عشان الناس تفهم، وفي نفس الوقت لا احنا مش بنعمل الحاجه، احنا ضد الحاجه. وهو دي العبره اللي بتتقال في المسلسل بشكل غير مباشر. مثلا زي المشهد اللي كان ما بين حسن وفراج، انه شرح الموضوع ممكن حد يبص له بشكل سطحي انه ده ايه ده الموضوع بيحصل كده فانا هعمله. انا واحد من الناس بعيدا عن انا في المسلسل، المشهد ده خوفني جدا، لانه لو ركزت اللحظه في التقطيع اللي عامله تامر او في ايه اللي بيحصل للناس وازاي بتنكب لما تشوف مثلا شخصيه زي ليسي المدرس اللي فجاه كان عادي حياته عاديه جدا فجاه بقى بيتسحل على الموبايل وينسى ميعاد الدرس بتاعه. لا لازم تخاف، لا لازم تخاف، لانك هنا وقتك بيتسرق منك، حياتك بتتسرق منك، تفكيرك بتتسرق، كل حاجه بتتسرق. ما بتبقاش عارف انت مؤمن بايه في الحياه اصلا، بتجري ورا الماده، والماده في النهايه زايله، لانه مهما انت بيجيلك من فلوس ولا من حاجات، ما هي بتتصرف في حاجات، ففي النهايه مش ثابته. الثابت انت، وهو ده الموضوع، يعني الثابت صلاحك. عشان كده الشخصيه اسمها صالح بالنسبه لي. انت فاهماني؟ اتمنى التغيير يحصل، واتمنى الحاجات دي تقل بنسبه كبيره او تختفي، لان احنا برضو في العالم الالكتروني ده صعب التحكم فيه، فما نقدرش نقول الحاجه تتحل من جذورها. الحل في دماغ الناس، وانا من وجهة نظري هو الفن زي ما بيخاطب المتعة وهو هنا، فعشان يفتح للناس افكار في ان هي تبحث. يعني هو مش المسلسل اللي هيفهمك الموضوع ده فيه ايه، بس هو ده اللي بيفجر لك الفكرة عشان تقدر تبحث وراها، فتعرف الخطر اللي بيهددك انت ايه. يعني تجربة ممتعة جدا، وغادة عادل يعني قمر، وزهرة وانرجي. يعني الموضوع نفسه كمان كان لطيف قوي بالنسبة لي، لان هو في شوية من ريحة المسرحيات اللي كنا بنعملها زمان، لان هو في رحلة كده في التاريخ لطيفة بنشوفها من خلال العالم اللي بندخله، الكتاب اللي بتفتحه، الشخصية الرئيسية بتاعتنا. وانا كمان انا بالنسبة لي تجربة التمثيل بالصوت ممتعة. زمان ما عملتهاش على مستوى الاحتراف، بس هي ممتعة طول الوقت، لانك انت بتحط كل حاجة انت هتفهمها للناس من خلال صوتك. مختلفة شوية بقى عن فكرة تمثيل التلفزيون او السينما او الحاجات دي، فطبعا تجربة ممتعة جدا كبيرة. يعني اي تجربة فنية ريسك، انت ما بتبقاش عارف هيوصل للناس ازاي. انت بتعمل كل محاولاتك وكل ادواتك بتستخدمها عشان خاطر توصل الفكرة اللي انت عايز تقولها دي للناس، وتبقى في نفس الوقت ممتعة ومسلية وكل الحاجات اللطيفة دي. والله لا، كل تجربه بيبقى لها متعتها. ما ينفعش اقارن حاجه مسموعه بحاجه مرئيه ومسموعه ومحسوسه. يعني ده وسيط وده وسيط كتير جدا، كتير جدا. يعني في حاجات كتير جدا في دماغي، تاريخي وروايات وحاجات في وقت يبقى مناسب، وحاجات نفسي اعملها بشكل سينمائي او تلفزيوني. يعني ما فيش امثله معينه جايه في دماغي دلوقتي، بس لا في حاجات كتير. هو الجديد، المشاريع الجديده ان شاء الله، في انتظار ميعاد عرض فيلم الست لمروان حامد. يا رب ان شاء الله تبقى تجربه حلوه.